الكلمتين دول هيخلوك تبطل تندم على أي تصرف انت عملته في حياتك. ازاي بقى؟ أي تصرف بيطلع منك في وقت موقف بيكون قصدك تصرف انت عملته في حياتك ومفيش بعده. يعني ايه قصدك تصرف؟ يعني التصرف ده كان طالع من قلبك وقتها، لما اتفاجئت في وقت الموقف بجد، لما قلت حاجة يبقى انت قلتها من قلبك بجد، بس كده واقفل الموقف على كده. ولما الموقف يخلص يبقى لازم التصرف بتاعك يكون مات مع الموقف، يعني ما ترجعش تفكر فيه وتندم، لانك لو رجعت فكرت فيه هتبقى بتفكر فيه بعد ما حصل. يعني هتبقى مدي لنفسك فرصة انك تتفاجئ مع نفسك وتستوعب الموضوع على مهلك وتخترع رد مثالي في وقت هادي ومحدش مستعجلك. يعني منتهى التصنع والمثالية اللي عمرها ما هتكون في أي بني آدم، لأن انت وقت الموقف نفسه ما كانش عندك فرصة للتفكير فطلعت اللي في قلبك وقتها. فالموقف الحقيقي هو اللي حصل ورديت فيه وقتها. حتى لو انت اتصرفت في موقف بعدم خبرة ما تندمش برضو، لان انت هتندم على ايه؟ هتندم ان انت ما كانش عندك خبرة؟ مش لوجيك خالص. يبقى لما تيجي تفكر في موقف بعد ما حصل ما تقولش يا ريتني عملت كذا، ما انت هتعرف منين اذا كان الخبرة نفسها جاتلك لما الموقف حصل؟ فازاي بتندم على حاجة ما كانتش عندك اصلا وجاتلك لما الموقف حصل؟ فما تقولش يا ريتني عملت كذا كذا، لا، قول ان انت خدت خبرة من الموقف ده وانك في المواقف اللي جاية هتعمل كذا.